أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، وأحسن منها أن قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحبابي، الله سبحانه وتعالى قد أوصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم وصية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل لم يكتفي أحبتي بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالتقوى، بل أوصى المؤمنين وناداهم باسم الإيمان في 7 مواضع من كتاب الله. اسمع ماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسمع ماذا قال الله ينادينا باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحد السلف أحبتي في الله يعلق على هذه الآية ويقول: وما زال ربكم يقرب لكم الساعة حتى جعلها كغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعده فلا تصيره أيضا شهر عصيان. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. اتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. أحبابي في الله، الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذه الكلمة تقوى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمؤمنين، بل نادى الناس جميعا، نادى المسلم والكافر، نادى الصغير والكبير، نادى الغني والفقير: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحبتي في الله، لماذا نذكر أنفسنا بهذه الوصية؟ لأن هذه الوصية إذا صمت رمضان إيمان واحتسابا تخرج من رمضان وأنت من الأتقياء. اسمع ماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم